السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلت روايح الشتاء وبتحلو فيه كل أصناف المعجنات. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة القرص الفلاحي بالعجوة. هنعملها بطريقة سهلة ومقادير مظبوطة. الوصفة دي من أجمل وأسهل وصفات القرص اللي ممكن تعمليها. في الفيديو هقول لكم على الأساسيات المهمة اللي لازم تعرفيها علشان تعملي القرص وتطلع معاكي مقاديرها ناجحة ومظبوطة. هنقول مع بعض طريقة التسوية المظبوطة، وهنقول مع بعض كمان تريكات مهمة جدا لازم تعرفيها وانت بتعملي القرص، وازاي تطلع معاكي حلوة وناعمة، وكمان الروايح اللي بتطلع من القرص دي بتكون اساسياتها في ايه. الفيديو النهارده ان شاء الله فيديو حلو هيعجبكم. بتمنى الوصفة النهارده تعجبكم. بتمنى لو اول مرة تشوفوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، وتدعمونا باللايك وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. ومستنيه تعليقاتكم، ولو حابين اي وصفة تانية نعملها مع بعض يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله نجهزها مع بعض. طبعا شكل القرص واضح معانا، وكمان العجوه هقول لكم على تريكات اساسيه عشان تطلع معاكي العجوه ناعمه وطريه وتفضل معاكي طعمها حلو في القرص لحد اخر واحده. يلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناه جرب وصفتي. هنبدا مع بعض كده ايه المكونات على طول. معانا مبدئيا مقدار كيلو الدقيق. معايا مقدار كيلو الدقيق هيحتاج معايا ذره من الملح، وهنحتاج معانا كمان ربع كوباية من السكر، وهنحتاج معانا معلقة كبيرة من الخميرة، وهنحتاج معلقة معانا صغيرة من بهارات الكحك أو ريحة الكحك، وهنحتاج معانا كمان معلقتين من السمسم، وهنحتاج معانا كمان نص كوباية او كوبايه من الزيت على السمنه. يعني نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من السمنه، او كوبايه كامله من الزيت على السمنه مع بعض. مبدئيا هحمص طبعا السمسم، ومعايا دقيق منخول وجاهز هبدا احط عليه كل المكونات الجافه زي ما احنا شايفين. بعد كده بنزل معايا بالسمنه على الدقيق، وببدا ان انا ابس الدقيق بالسمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه. المرحله دي بتخلي معانا القرص معانا تكون ناعمه، ويبان فيها الدسم بتاع السمنه او الزبده اللي انت حطاها. انا حاطه هنا في الوصفه دي زبده فلاحي بقري عادي من غير ما اسيحها كسمنه عادي. الزبده لما بتحطيها على القرص بتدي طعم حلو جدا وريحه في منتهى الجمال. جربيها من غير ما تسيحي السمنه وهتطلع معاكي طعمها في منتهى الجمال. في المرحله دي ببدا بعد ما بسيت دي بالشكل اللي انتوا شايفينه، ببدا انزل معايا بالخميره اللي انا جهزتها في معلقه من السكر وحطيتها معايا على جنب عشان تختمر معايا. بعد كده بضيف معايا شويه بسيطه من الفانيليا، وكمان لو عندك ريحه الموز بتاعه الكحك تقدري تحطيها، بتدي ريحه حلوه جدا في نوعيه القرص دي. بعد ما عجننا بالشكل اللي انتوا شايفينه هنعمل مع بعض نضيف اضافه حلوه جدا هتغير معاكي من طعم القرص، وهي قطعه من الزبده. بنبدا ان احنا نحطها في نهايه العجن خالص بعد ما بننتهي من عجين القرص. الزبده دي بتدي بقى نعوميه كده في ملمس العجينه نفسها، وكمان بتدي طعم مميز جدا في القرص. وكمان حاجة تالتة بتخلي معاكي لون القرص من بره ذهبي وموحد في وقت التسوية. الحشوه اللي هنحشي بيها النهارده معايا كميه من العجوه على حسب بقى كميه القرص اللي انت محتاجاها، وبعد كده بحط عليها شويه من القرفه، وبسيح معايا معلقتين من السمن البلدي، وببدا ان انا ادهن بيه يعني اعجن بيها العجوه عشان تبقى معايا ناعمه وطريه كده، وما تكونش ناشفه وقافشه معايا في القرص. ببدا ان انا اجهز معايا العجوه زي ما انتم شايفين على حسب بقى شكل القرص اللي هعملها. لو هعمل القرص زي ما انتم شايفين صوابع، ببدا ان انا اعمل معايا العجوه بالشكل اللي انتم شايفينه طويله كده، وببدا ان انا اجهزها معايا. لو انا هعمل قرص مدوره ببدا ان انا اعمل العجوه على شكل كور او كرات صغيره كده. ببدا اجهز كل الحشو اللي معايا قبل ما بشتغل معايا في القرص، علشان خاطر تكون ايدي نظيفه واشتغل في العجينه على طول وتكون معايا العجوه جاهزه. تقدري تعملي العجوه البيتي بالبلح اللي هو الرطب العادي. بكون مقشراه كويس وبحطه معايا على النار في معلقتين من السمنه، وبنشفه كويس مع السمنه علشان ما يكونش فيه نسبه سوائل معايا في القرص. بعد كده بسيبه يهدى، وببدا ان انا برضو احشي بيه. النوعين موجودين عندك والطريقتين تقدري تعملي بيهم. انا عملت بالاتنين لكن ما صورتش البلح وانا بعمله. دي العجوه معايا. ببدا ان انا اخد معايا العجينه بعد ما ارتاحت، ما بسيبهاش تختمر يا جماعه، لان القرص الناشفه دي بتختمر طبعا بعد ما بتتشكل. ببدا ان انا الف القطع بتاعه القرص بالشكل اللي انتوا شايفينه. العجينه لازم تنعميها كويس وانت بتشتغلي بيها. عندك اكتر من طريقه للتشكيل عملناها مع بعض في الفيديو ده، الطريقه اللي تريحك اعملي بيها.
يا اما تاخدي معاكي قطعه من العجينه وتفرديها على على الرخامه، وبعد كده بتعمليها اسطوانه وتبداي تقطعي وتشكلي القطع علشان تكون احجامها متساويه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وتاخدي كل قطعه تفرديها كده وبعد كده تعمليها كوره وتنعمي سطح القرصه بالشكل اللي انتوا شايفينه. الطريقه دي حلوه، بتخلي معاكي القرصه ناعمه ووشها شكله حلو. بعد كده باخد قطعه العجوه على حسب الكميه بقى اللي معايا، باخدها يا دوبك بتكون جاهزه معايا على قد القرصه اللي انا هعملها. تقدري تعملي القرصه كبيره، تقدري تعمليها صغيره، الحجم ده يرجع لك انت. بعد كده ببدا ان انا اجهز الكميه اللي انا بحشيها وبحشي شويه، وببدا ان انا افردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. فردها سهل جدا، وكان طعمها في منتهى الجمال بجد، وكانت سهله يعني. كميه مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، يعني هتعمل معاكي بسرعه جدا. طبعا نسيت اقول لكم ان انا حطيت على العجينه على كل كيلو من الدقيق باكو من البيكنج باودر مع الخميره. زي ما انتوا شايفين. بعد ما فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتبداي بقى تعملي ليها فتحات كده من على الوش علشان تظهر شكل العجوه، وكمان تعمل معاكي شكل حلو في القرص. طبعا بقى رصتها معايا في صينيه. الصينيه اللي معانا مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص، الصينيه عاديه، لان طبعا معايا نسبه الدسم اللي في القرص حلوه جدا، مش محتاجه ان انا ادهن معايا الصواني. وعامه القرص الناشفه او الكحك ما بندهنش الصواني باي ماده دهنيه خالص. زي ما انتم شايفين القرص اللي هعملها على شكل رول او صوابع، ببدأ ان انا افرد قطعة العجينة على شكل مستطيل بالشكل اللي انتوا شايفينه. باخد معايا العجوة اللي انا عاملاها ببططها بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني باخد الرول وبططه وببدأ ان انا احطه معايا على قد حجم العجينة اللي انا محتاجاها. بعد كده ببدأ افرد معايا العجينة وبططها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبقطع بقى على حجم اللي انا عايزاه. حابة تقطعي حجم رفيع شوية ماشي، حابة تعمليها حجمها عريض شوية برضو اللي يريحك، اي طريقة انت حابة تعملي بيها. انا بديكي الافكار، وبعد كده انت اعملي الحاجة اللي تريحك وتعجبك. تقدري برضو تعمليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل تالت. بقطع قطعة صغيرة على قد الرول بس، وبعد كده بقفله بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده بفرده. بتطلع معاكي على شكل صوابع، يعني صوابع طويلة شوية، وبتكون الحشوة باينة من جوه كمان اكتر من اللي هي متبططة دي. يعني اكتر من شكل تقدري تعملي بيه. برضو تقدري تفردي بايديكي، تقدري تفردي بالنشابة. هي العجينة اصلا معايا سهلة خالص، مش يعني ما تعبتنيش خالص في الفرد. اعملي الطريقة دي وامشي معايا بالتركات، هتطلع معاكي طعم القرص في منتهى الجمال، وكمان هتطلع معاكي يعني حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين. هعمل معايا كمل معايا بقية الكمية. هنتكلم في المرحلة دي بقى عن التسوية. طبعا القرص بنسيبها معانا لحد لما تختمر معانا وترتفع في الصواني. بعد ما بترتفع معانا بكون مجهزة معايا طبعا الفرن، بسخن الفرن كويس على درجة حرارة 200. بعد كده لما بدخل معايا القرص في الفرن بدخلها على درجة حرارة 180، علشان القرص دي ناشفه وعايزاها تنشف معايا كويس، لان القرص دي مش هحتفظ بيها في التلاجة او في الفريزر. القرص دي بتفضل معاكي بره، فلازم تسويها تسويه كويسه علشان ما تبوظش معاكي. احنا طبعا الجو برد لكن لو عامله كميه لازم يعني تسويها تسويه كويسه. بشغل الفرن معايا من فوق ومن تحت. من فوق بيكون هادي خالص، ومن تحت بيكون على 180، وببقى اقلب معايا في الصينيه كويس لحد لما بتوصل لدرجه التسويه المظبوطه. لونها بيكون حلو من تحت ومن فوق، بتكون واخده اللون الذهبي من تحت ومن فوق، ومستويه وناشفه وزي الفل. طبعا بتطلع معاكي القرص من الفرن في البدايه طريه شويه، بعد كده لما بتفضل بره في الهواء وبتبرد بتبدأ ان هي تنشف وتشد معاكي وتبقى زي الفل. الطريقة دي حلوة، مقادير مظبوطة، اتبعيها وان شاء الله تعجبكم. بتمنى وصفتنا النهاردة تكون وصفة سهلة، وتكون وصفة يعني مهمة جدا، هتعمليها طول فترة الشتاء. لو عملت الطريقة دي لا يمكن ابدا هتغيريها. وكمان معايا القرص دي ما بتدهنش اي حاجة من على الوش يا جماعة. القرص دي بتاخد اللون منها لنفسها كده بالدسم والسمنة اللي موجودة فيها. بتمنى وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبشكركم على تعليقاتكم الحلوه، وبشكر كل اخواتي واصحابي اللي دخلوا معايا جداد على القناه، واصحابي كمان الموجودين معايا من اول ما بدات. والسلام عليكم ورحمه